مساء الخير اعزائي المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جبت لكم في الفيديو دوت عشان ناس كتير سالتني في الكومنتس وفي على الواتساب وحاجات كتير، عايزين فنادق للعيد باسعار اقل من 4000 جنيه. طبعا عارفين ان الاسعار بقت غاليه جدا، واسعار السنه دي اوفر للفنادق، خصوصا للاعياد والاجازات الرسميه الاسعار بتبقى اغلى واغلى. عشان كده نقيت لكم 4 فنادق جايبين لكم في الفيديو دوت، كل حاجه بالصور وبالاسعار وزي ما احنا متعودين، بكل امانه مميزات وعيوب كل فندق، وكلها اسعار اقل من 4000 جنيه. فاللي حابب يسافر في العيد اي فندق، ال4 فنادق دول ان شاء الله يعجبوك وتنقي فندق منهم. اكتب لي بس تحت في الكومنت انت عايز تسافر انهي يوم بالظبط. طبعا اسعار الفنادق دي بعد العيد لغايه اخر الصيف، عايز تعرف اسعارها اسالني برده في الكومنت، اي كومنت، وهقول لك ارد عليكم على طول. ولو انت اول مره تشوفني ما تنساش تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول فندق معانا بقى زي ما احنا متعودين ببتدي بالاقل سعر شويه، فهو فندق الاليزيه الغردقه، الاليزيه دريم بيتش. فندق جميل جدا، بيتميز ان هو موقعه حلو قوي، شيراتون في قلب الخروجات كلها. تنزل في اي وقت من الفندق يمين او شمال هتخرج هتلاقي نفسك في خروجات حلوه قوي، الناس بتجيلها من اخر الدنيا في الغردقه عشان تخرج فيها. كمان مميز في الفندق دوت ان هو فيه حمام سباحه كبير زي ما احنا شايفين كده، حمام سباحه حلو، الغرف بتاعته حلوه ومجهزه، في غرف جديده، مباني جديده، الشاشات الحلوه، مراتب حلوه، حمامات نظيفه، الفندق مجمل نظيف. البحر بتاعه دريم بيتش مشهور جدا، بحر حلو قوي، رملي نقي 100%، بحر جميل جدا. ايه هي بقى عيوب الفندق دوت؟ عيوبه ان هو محندق، طبعا باين في الصوره زي ما احنا شايفين ان هو فندق صغير شويه وهو مش كبير، ده عيب. تاني عيب فيه ان هو صف تاني مش على البحر مباشره، يعني احنا عشان نروح البحر بتاعه بنمشي زي بريدج كده من قلب المبنى، بنطلع من المبنى بنمشي في البريدج ده، بننزل الناحيه الثانيه نلاقي نفسنا في البحر. بس البحر بتاعه حلو، الحمام السباحه بتاعه حلو، الناس بتتعامل هناك حلو، الاكل كويس برده متوسط، مش وحش، وعشان نقول برده توب. فان الاكل حلو والبحر بتاعه حلو وحمام سباحه، فريق انيميشن يعمل لي حفلات الصبح وحفلات بالليل. وكمان فوق ده كله سعره ب 3250 جنيه في عيد الفطر. فالاعياد احنا عارفين الاعياد الاسعار بتبقى غاليه، ف 3250 جنيه للفرد، اقامه كامله، فطار وغدا وعشاء، 4 ايام 3 ليالي. فده سعر مناسب جدا وجوده حلوه قوي مقابل السعر. اما عن عيوب الفندق ان هو صف تاني او ان هو صغير وحمام سباحه واحد وما فيهوش اقوى، انا بالنسبه لي اتغاضى عن العيوب ديت في مقابل ان هو فندق حلو وبحره حلو وفي قلب الخروجات كلها في الغردقه، وب 3250 جنيه اقامه كامله بدون انتقالات. تاني فندق بقى معانا فهو فندق هواي ريفيرا بيتش. هواي ريفيرا بيتش في العيد سعره 3525 جنيه للفرد، 4 ايام 3 ليالي، اقامه كامله، فطار غدا عشاء مشروبات سناكس. طب ايه هي مميزات هواي ريفيرا بيتش؟ من مميزاته اول حاجه طبعا مشهوره بيها الاكوا بارك. عندهم اكوا بارك يا جماعه عملاقه كبيره جدا، العاب كتيره تناسب كل الاعمار، لو الاطفال صغيره حتى مش هتعرف تلعب الاكوا بارك الكبيره دي. عندهم حمامات سباحه تانية كتير فيها اكوا بارك صغيره للاطفال. غير كده عندهم حمامات سباحه كتير جدا، فندق كبير قوي، منتجع كبير جدا، دي من مميزات الفندق. الغرف بتاعته حلوه، المعامله بقى متوسطه، الاكل بقى بتاعه متوسط، دي من عيوب الفندق. البحر بتاعه صخري، يعني احنا لو بصينا على العيوب ان في المجمل البحر صخري، معامله متوسطه، والاكل متوسط. لكن كحمامات سباحه بقى كبيره ومنتجع كبير واكوا بارك والعاب وكيدز اريا، وكمان مميزين قوي قوي في الحفلات بتاعتهم، بيعملوا حفلات الصبح وحفلات بالليل، حفلات بالليل فقرات كتير مختلفه، خصوصا في الاعياد وفي المناسبات بيعملوا فقرات كتير قوي حلوه. فهواي ريفيرا بيتش كمجمل كده بمميزاته وعيوبه ب 3525 جنيه في العيد، فدي حاجه مميزه جدا وسعر كويس قوي، وانصح اي حد انه يروح. تالت فندق بقى معانا هو فندق زي ريجينا. الفندق دوت بقى 3675 جنيه في العيد، اقامه كامله للفرد، 4 ايام 3 ليالي، فطار وغدا وعشاء ومشروبات وسناكس. طبعا كل الاسعار اللي بنقول عليها دي اسعار بدون انتقالات. طب ايه هي مميزات زي ريجينا؟ اول ميزه فيه ان هو برده في شارع شيراتون في الغردقه، فهو منطقه كويسه جدا قريبه في كل الخروجات وكل حاجه قريبه منك. تاني ميزه في الفندق ان الشط بتاعه خاص رملي وصف اول على البحر، والشط بتاعه رملي وحلو جدا، وفي اكوا بارك، في حمامات سباحه، الاكل طبعا بتاعه متوسط، دي من عيوب الفندق. والخدمه بتاعته مش قد كده، يعني انا اشتغلت عليه كتير قوي السنه اللي فاتت وبعت ناس كتير ليه، برغم ان الفندق كان على طول اصلا كومبليت من كتر ان هو سعره حلو وموقعه حلو والحاجات اللي فيه دي. انا شايف ان
ان مميزات الفندق ده في البحر الحلو والاكوا بارك وحمامات السباحه وموقعه، لكن الاكل يعني متوسط مش اقوى حاجه، ومعامله الناس هناك مش بروفيشنال قوي، ده بصراحه اللي شفته من هناك من الناس اللي هناك. لكن غير كده بسعر بقى 3675 وفي العيد 4 ايام 3 ليالي الاقامه الكامله دي، فانا شايف ان ده سعر كويس جدا. رابع بقى فندق واخر فندق معانا فهو هواي سيزر بالاس. هواي سيزر بالاس زي ما احنا شايفين كده برضو منتجع كبير قوي، مليان حمامات سباحه كتيره جدا، اكوا بارك حلو قوي. المنتجع كبير برضو، من عيوبه زي هواي ريفيرا عيوبه ان البحر بتاعه صخري، والاكل بقى بتاعه ده مختلف عن هواي ريفيرا. الاكل بتاعه حلو جدا، المطعم كبير بيهتموا قوي بالاكل، طاروا في الغداء وفي العشاء، يعملوا حلويات بتاعتهم حلوه، في يعملوا بط بقى وكل يوم مشويات جديده، فالاكل بتاعهم مميز جدا. كمان الحفلات بتاعتهم بالليل حلوه برضو، بيعملوا فقرات كتيره قوي مسليه، الحفله طويله اصلا، في ناس بتروح خصوصا عشان حفلات. يعني انا في ناس بتكلمني بتقول لي انا عايز هواي سيزر بالاس بعيوبه دي بس عشان خاطر الحفلات. لكن لو انت من هواة البحر فالبحر بتاعه مش هيعجبك، لكن لو انت مش من هواة البحر وبتستمتع بالاكوا وبحمامات السباحه وبالاكل وكمنتجع كبير وحلو، يبقى هواي سيزر بالاس هيبقى اختيار حلو. بكده انا خلصت 4 فنادق في فئه سعريه حلوه اقل من 4000 جنيه. كل الاسعار اللي قلناها دي للاقامه الكامله 4 ايام 3 ليالي، فطار وغدا وعشاء ومشروبات وسناكس. كل اللي ناقص بس الانتقالات. بالنسبه لانتقالات الفنادق دي فسعر الكرسي للفرد ذهاب وعوده 400 جنيه، يعني بالنسبه للاسعار اللي قلناها دي هتزود عليها 400 جنيه، فده كده معاك سعر الفرد في العيد في اقامه كامله 4 ايام 3 ليالي. طبعا كده الاسعار كلها اعتقد ما تخطتش ال 4000 او 4100 بالمواصلات، فدي اسعار حلوه جدا بالنسبه للعيد وبالنسبه ل 2024 وغلاء الاسعار اللي احنا فيه. لو عايز تروح اي فندق من الفنادق ديت اكتب لي تحت في كومنت او تابعني على الواتس وانا هقول لك عايز اسعار الفنادق ديت في طول الصيف في اي وقت تاني في اي توقيت تاني. عايز اي فندق تاني ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يا رب يكون الفيديو دوت عجبكم وشكرا، سلام.